قبل لقاء الأهلي وبيراميدز ب48 ساعة ملحمة جديدة بين جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا كلنا عارفين يا جماعة ان جماهير النادي الاهلي اشتكت خلال المباريات الماضية انها بيتضيق عليها في استاد وي والسلام، وانها ما بتعرفش تدخل حاجتها الاستاد. طبعا مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب تدخل في الموضوع وفي مفاوضات مع المسؤولون. قرر ادارة النادي الاهلي ان مباراة الاهلي وبيراميدز هتكون رسميا على استاد القاهرة، وان الجماهير تقدر تدخل كل حاجة التشجيع بكل سهولة الاستاد. مجلس ادارة النادي الاهلي ارسل رسائل لجماهير النادي الاهلي اليوم، اولها كانت من محمد سراج عضو مجلس ادارة النادي الاهلي. الرسالة اللي حضراتكم شايفينها قدامكم كتب فيها: لسه كتير ان شاء الله، بس نصاعد بعض خطوة خطوة، وأتمنى المرة دي الإقبال على الحجز والتذاكر يكون أعلى من أي مباراة سابقة. ده أكتر وقت الأهلي محتاج فيه جمهوره وسنده، حتى لو كان ناس متضايقين وإحنا مقدرين ده، وهندعمه بشكل كبير جدا الأيام القادمة. أما خالد شكري فكتب وقال: مع الجهود المبذولة من مجلس الإدارة النادي الأهلي لرفع معاناة الجماهير في حضور المباريات، على تلك الجماهير أن تكون حريصة أشد الحرص على عدم إفساد تلك الجهود، ووضع الإدارة في موقف حرج مع من تتفاوض معهم، مع العلم أنه قد يتم زرع بعض العناصر بين الجماهير لإفساد تلك الجهود كالعادة. فعلى الجماهير الحاضرة ألا تعطي أي مساحة لهؤلاء العناصر والإبلاغ عنهم لأمن النادي فورا. تحدي مهم جدا يتطلب الكثير من ضبط النفس والتنبه لأي محاولة لوضع جماهير الأهلي في مشكلة يتحجج بها من يتفاوض معهم النادي الأهلي. الآن هذا الوقت المناسب للتلاحم بين جمهور النادي الأهلي العظيم ومجلس إدارته واللاعبين. ما حصلش حاجة لسه يا جماعة، احنا 24 نقطة والزمالك 24 نقطة، كأن الدوري ما بدأش. في 3 صفقات خلصوا رسمي، وفي صفقتين او 3 هيخلصوا خلال الساعات القادمة. الاهلي هيبقى شكله افضل، الاهلي هيبقى احسن في المباريات القادمة، واولهم مباراة بيراميدز يوم الاثنين القادم. بنطلب من كل جماهير النادي الاهلي ان مفيش وقت لاي خلافات، كلنا نقف ايد واحدة. ال70 مليون اهلاوي في مصر لازم يتحدوا في ده الوقت المناسب، ان كلنا نقف في ظهر اللعيبة. زعلانين منهم خذلونا كتير اخر 3 سنين في الدوري، لكن مفيش وقت لاي زعل. الوقت ده هو وقت الوقوف مع اللعيبة عشان يرجع الاهلي اقوى وافضل ان شاء الله مما كان. بدعو الجميع للوقوف مع النادي الاهلي، النادي الاهلي فوق الجميع. رجاء من حضراتكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.